السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعيني الأفاضل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال في عيد فطر مبارك سعيد. تعيدوا وتعاودوا، يدخل عليكم يا ربي بالصحة والسلامة وطول العمر باش ما تمنيتوا. اليوم جيت نشارك معكم حلوة البوق ديال الزمن الجميل اللي ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، محبوبة الجماهير. هذه الحلوة هذه حضرتها للعيد وقلت علاش ما نعاودش نشاركها معكم، حيت انا فايت لي مشاركها معكم في القناه. درت معكم نيت جوج شكيلات، كنت درتها معكم بالشوكولاط وهذا الشكيل هذا العادي. المهم حضرتها للعيد. المهم هنا عندي المقادير كما كتشوفوا. هنا عندي باكيه ديال الزبده اي نوعيه. هنا عندي كاس ديال السكر، عفوا هنا عندي كاس ونص ديال السكر سنيده. كما قلت لكم الزبده كتبقى اي نوعيه، المهم باكيه ديال الزبده. هنا ضفت واحد القبيصه ديال الملحه وساشي ديال الفاني. هنا عندي واحد الكيس ديال الفلون بنكهه الموز، يمكن لكم ديروا ديال نكهه الفانيلا او يمكن لكم تستغناو عليه، هو فقط كيبقى اختياري. انا غير بغيت نزيدو، كنضيفو هكا في الحلويات، كنبغيها كنضيفو، هو كيبقى اختياري. المهم كنحاول انني هكا نخدم هاد المكونات هادو حتى كيوليو بوماد على شكل بوماد. نحاولوا نجمعوا المكونات ديالنا ونخدموهم مزيان. هاد الحلوه هادي راه كتجي لذيذه بزاف بزاف، انا كتعجبني بزاف، ما كنستغناش عليها، ديما كنحضرها. هنا عندي 3 الحبات ديال البيض، يكونوا بدرجه حراره المطبخ. كنخلطوا هكا المكونات غير بيدينا. هنا عندي واحد كاس ديال 2 كيسان ديال الزيت النباتيه. كنخلطوا. وهنا عندي غادي نضيف هنا 2 زلايف ديال الدقيق، المهم الدقيق على حسب الخليط. هنا ضفت واحد الخماره حمراء، كيس ديال خميره الحلويات بيكنج باودر. وهنا ضفت الزلافه الثانيه ديال الدقيق الابيض. كنبداو المهم كما قلت لكم الدقيق على حسب الخليط. كنبقاو هكا كنجمعو حتى يعني كنضيفوا الدقيق حتى كتجمع لينا العجينه. نحاولوا نجمعوا العجين ديالنا. كنزيد الدقيق شويه بشويه باش تجمع ليا العجينه. نضفت ثاني واحد نص زلافه. كنبقى مستمره على الطريقه هذه حتى كنجمع العجين ديالي.
المهم كندير الحلوه ديالي في هذا الطابع، وكنبدا نوضعها في الطاوه اللي غندخلها للفران كما كتشوفوا مفرشها بورق الزبده. غادي نزينها من الفوق بهذوك البنينات اللي كيتباعوا يعني راكم عارفين عند البقال. كيكونوا في واحد العلبه ديال الفواكه المعسله. هما باش غادي نزينها كامل الفوق، ومباشره غادي ندخلها للفران اللي كيكون مسخن قبل بشي 10 دقائق. كنكون شاعله غير من التحت، كيكون سخون من قبل ب10 دقائق، وكنشعل عليها غير من التحت مباشره. وهذه الحلوه ديالي من بعد ما طابت كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كتجي لذيذه بزاف بزاف وزوينه وهشيشه ورطبه. هيا نحل معكم وحده تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. زينتها هكا بهاد البوينينات. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لايك، وحتى اللي ما عجبكمش ديروا ديزلايك. المهم الا جات على خاطركم طبيعه الحال، وشكرا، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. واللي كيشوف القناه اول مره ما ينساش الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. الى جات على خاطركم طبيعه الحال، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.